نغمة شغالة يا جماعة من ساعة ما نادي الزمالك خسر من نادي بيراميدز بهدف مقابل لا شيء في الدوري. نغمة شغالة إن الزمالك مفوت الماتش، لدرجة إن في إعلاميين محسوبين على النادي الأهلي بيظهروا في قنوات المفروض إن هي قنوات محايدة، بيطلعوا برضو بيقولوا الكلام ده. طيب الصفحات والسوشيال ميديا الأهلاوية برضو بيطلعوا بيقولوا الكلام ده، حتى أصحابنا يعني أصحابنا وأصدقائنا برضو بيقولوا الكلام ده، إن الزمالك مفوت الماتش. طيب هي الفكرة كلها انت كنادي اهلي، انت بالسكواد الكبير اللي عندك، اللي هو امام عاشور وقفشه وجراد ياشار وسام ابو علي وحسين الشحات واشرف بن شرقي ومحمد هاني ومروان عطيه، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، كوكا الشناوي، كل السكواد التقيل اللي عندك ده انت معرفتش تكسب بيراميدز بيه اصلا. يعني انت كنادي اهلي معرفتش تكسب بيراميدز بيه، فهتيجي تقول النغمه بقى تفضل شغاله اصل الزمالك مفوت الماتش عشان بيراميدز ياخد الدوري؟ لا، الكلام ده طبعا مش صح، وناس الزمالك ما بيعملش كده ولا عمره يعمل كده. وكل الفكره ان احنا شايفين ان الناس الزمالك السكواد اللي موجود فيه مش احسن حاجه، فالطبيعي ان هو النتائج تبقى مذبذبه زي ما احنا شايفين. انما فكره بقى ان الزمالك مفوت الماتش والكلام ده، كل كلام ده ملوش علاقه تماما بنادي الزمالك.